قبل ما تبداو تشوفوا هذه الوصفه عندي لكم واحد السؤال: واش كتظنوا ان السرديل يقدر يجي ألذ من بزاف ديال انواع الحوت الغاليه؟ اليوم ان شاء الله غنثبت لكم بان السر ماشي في الثمن، السر كامل في طريقه التحضير والشوي الصحيح. فصدقوني من اول لقطه غادي تحسوا بالمذاق اللي كيذوب في الفم وغتفاجئوا بالنتيجه النهائيه. انا اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اقتصاديه صحيه وخفيفه ولكن بطعم كيستحق انك تقدميه للضيافات. وغنحضر معكم كذلك حوت ديال السردين مشوي في الفرن بطريقه اللي تفتح الشهيه من اول نظره، وغنقدموه مع سلطه خضر منعشه باش نحصلوا على واحد الغذاء اللي كيكون متكامل صحي مشبع ومناسب في هذا الفصل ديال الصيف، والكل واحد كيقلب على اكل صحي خفيف ولذيذ. وغنشارك معكم كذلك التفاصيل الصغيره اللي كتصنع الفرق. فقط خليكم معايا حتى لاخر دقيقه لان النتيجه النهائيه تستحق الانتظار. فإذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم. يلا خلونا نبداو خطوه بخطوه حتى نوصلوا لواحد الطبق شهي على بركه الله. فقبل ما ندخلوا الحوت ديالنا الفرن كيف ما كتشوفوا كنختاروا السردين اللي كيكون طري بعنايه وما كنغسلوش، فكنضيفوه بالقشره ديالو وكنرتبوه مزيان باش كل قطعه كتاخذ نفس الحراره وكتشوى بالتساوي. ومن بعد غندخلوه الفرن مسخون مسبقا بعد ما رشيناه بطبيعه الحال بالملحه وغندخلوه. وهذه هي النقطه المهمه اللي بزاف اللي كتفرق في النتيجه النهائيه. وغندخلوه الفرن ونتسناوه يتحمر. خليوني نقول لكم واحد الحاجه اللي بزاف كيظنوا ان السر ديال السردير المشوي هو التتبيله فقط، ولكن الحقيقه ان طريقه الشوي والتوقيت هو اللي كيعطي لهذا اللون الذهبي. فإذا كنتي اول مره كتجربي هذه الطريقه كملي الفيديو حتى للاخر وغادي تحصلي هذه النتيجه. كيف ما كتلاحظي معايا كيبقى محافظ على الزيوت ديالو اللي كتكون غنيه بالاوميغا 3 وما كنخليوش يتشوى حتى كيتحرق، فقط كيتصهد. حنا كنعرفوا بان طياب الحوت ما كنخليوش يطيب، فقط كيتصهد وكنخرجوه باش كيبقى محافظ على القيمه الغذائيه ديالو. واللي كتخلي الطبق كامل ويبان فخر وكيشهي هي سلطه الخضر اللي كتجي منعشه. ولكن خليوني نقول لكم بان السر ماشي غير في المكونات، ولكن السر الحقيقي كيبدا من طريقه تفوير الخضر باش تبقى محافظه على اللون ديالها والقوام اللذيذ والطعم الطبيعي كذلك اللي كيخلي كل لقمه تجي منعشه وخفيفه. فما تمشيوش بعيد لان بعد هذه المرحله غادي نجمع ما بين السرديل المشوي وهاد السلطه المنعشه اللي كتفتح الشهيه من اول ثانيه وكتخلي اي واحد يتمنى يجرب هذه الوصفه في دارو. فخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو لان اجمل لقطه في الفيديو مازال ما وصلناش ليها، والتقديم الاخير هو اللي غادي يوريكم كيفاش في ابسط المكونات تقدر تولي وجبه صحيه ولذيذه تستحق انك تقدميها للغداء او للعشاء بكل فخر. في كوكوط كنديروا الكسكاس ديالنا اللي غتفور فيه الخضر بطبيعه الحال بعد ما قطعتها بهذا الشكل. عندي بطاطا خيزو والقرعه اللفت وكذلك الجبنه. على فكره انا هذه هي الخضر اللي بقات لي في نهايه الاسبوع، هي اللي قلت نفورها ونشاركها معكم. فالخضر كيبقى لك اختياري، اي خضره عندك يمكن لك تقدميها. وكنوضعها فوق واحد النار اللي كتكون مهيله ما كتاخذش واحد الوقت كتير من 10 حتى ل 15 دقيقه. وها الخضر ديالنا واجده مفوره. وكتضيف كذلك الارز كيتسلق مع الزبيب وكنسمو بعويد ديال القرفه. الارز كذلك كيعطي لهذا الطبق لمسه راقيه ومذاق منعش اللي كيخلي كل لقمه تكون احسن من اللي قبلها. وحنا كنعرفوا بان الارز هو رفيق السلطات المنعشه وكينسجم بطريقه رائعه مع سلطات الخضر اللي كنوجدوها خصوصا في هاد ايام الصيف اللي كنقلبوا فيها على اكلات منعشه وما فيهاش مجهود كتير. ولا جربتوا هاد السلطه كتبوا لي في التعليقات واش كتفضلوا سلطه بالارز ولا عندكم اضافه خاصه كديروها في هاد النوع ديال الاطباق. كنبغي نقرا جميع الاراء ديالكم ونستافد من الافكار ديالكم. ولا عندكم اقتراحات اخرى خليوها لي في تعليق صغير نوجدوها ان شاء الله في فيديو الجاي باذن الله. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا بعد ما خلطناها بطبيعه الحال. فهي غير من المنظر كتشهي وكتزيد داك الالوان ديال الخضر اللي كتعطيها واحد الجماليه ما شاء الله تاكلها العين قبل المعده. ودابا غندوز باش غادي نوريكم طريقه التقديم لان اللمسه الاخيره هي اللي غادي تحول هاد الوجبه البسيطه الى طبق اللي كيفتح الشهيه. من بعد ما خرجنا الحوت من الفرن بطبيعه الحال والخضر ديالنا تفورات وبقات كيف ما كتلاحظوا محافظه على اللون ديالها. غنجمعهم في طبق واحد بطريقه بسيطه ولكن انيقه اللي كتخلي اي واحد يتشهى الطبق قبل ما يذوقوا.
فكل لون وكل لمسه وكل ترتيب كيزيد الوجبه جمال وكيخليها مثاليه لغدا صيفي خفيف صحي ومنعش. بطبيعه الحال كيف ما كتلاحظوا معايا كناخذ واحد الصحن ديال التقديم وكنقطع فيه الفقوس ديالنا والخضر بعد ما خلطتها كذلك بالارز الملحه ديجا سلقتها معها والبزار كذلك وزويته. كنقدمها لكم بهذا الشكل هذا. وإلا عجبكم هذا التقديم فجربوه وقولوا لي رايكم شنو كانت اكثر لمسه اللي عجباتكم. فاحنا كنعرفوا بان فوائد السردين المشوي في الفرن بغض النظر على انه ارخص حوت في السوق الا انه يقدر يكون من اغلى الاكلات لانه غني بالفوائد الصحيه وكيجي بنين وهو مشوي في الفرن ما تشبعوش منه. انا كنعتبره كنز غذائي حقيقي في مجموعه ديال الفيتامينات اللي كتشبع الجسم وكتدعم المناعه كذلك ويكفي اولا كيبقى محافظ على المذاق ديالو الرائع. وبطبيعه الحال السلطه اللي كتبقى هي السر ديال الانتعاش والطاقه في هذا الصيف. فماشي غير الالوان اللي زوينه فوق الطبله ديالنا، هي كنز من الفيتامينات والالياف والمعادن اللي كتعاون الذات ديالنا باش تبقى خفيفه ورطبه وسهله الهضم كذلك. فهي كتبقى افضل طريقه باش تحافظي اولا باش تحافظ الخضيره على القيمه الغذائيه ديالها وتعطيك داك المذاق الطبيعي. اليوم وجدت لكم سلطه خفيفه وصحيه كتكمل الوجبه ديالنا مع السردين المشوي. فإلا كنتي كتحيري وما كتعرفي شنو طيبي في هذا الصيف مع هذا الجو الحار فانا عطيتك الحل اللي تقدري توجدي ألذ غدا في هذا الاسبوع بمكونات متوفره عندك. ممكن توجدي طبق اللي كيخطف الانظار قبل ما تذوقيه، وجبه كتجمع ما بين السردين المشوي في الفرن بطبقه ذهبيه والنكهه ديالو اللي كتجي شهيه مع سلطه خضر مفوره ومنعشه باش تحصلي على غدا متكامل وخفيف على المعده. خصوصا في هذه الايام السخونه ما كتحتاجش مكونات غاليه او ساعات طويله في المطبخ، ومع ذلك النتيجه كتكون طبق بنين كيشهي كيجمع ما بين المذاق الرائع والفوائد الغذائيه. كل لقمه فيها توازن ما بين البروتين والخضر الطريه اللي كتعطينا احساس بالشبع والانتعاش في نفس الوقت. فصدقيني الا جربتي هذه الوصفه ودقتيها غتولي من الوصفات المفضله عندك. ايوا ما بقى ليا غير نقول لك نوضي وكوني لاله ومولاتي في المطبخ وحضري ألذ غديوه لوليداتك. وإلا وصلتي معايا لهاد اللحظه فشكرا بزاف على وقتكم. كنتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا منها. فإلا جربتوها اكتبوا لي في التعليقات شنو كانت النتيجه ديالكم، وانا متاكده الا تبعتوا نفس الخطوات اللي عطيتكم في الفيديو غتكون ناجحه معكم من اول مره. وانا كنقرا جميع التعليقات ديالكم وبغيت نعرف الاراء ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وعلى فكره الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه جديده بطعم مميز وبطريقه سهله اللي كتستحق التجربه، فما تفوتوش لا فيديو. خليكم من الاوائل اللي كتوصلهم او اللي كيتوصلوا بالوصفات ديالنا اول باول. شكرا بزاف على دعمكم وعلى الثقه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله مع وصفه جديده في هذا الصيف، لاني غنقدم لكم اطباق متنوعه. فقط خليكم متابعه القناه ديالي. وهذه هي السلطه كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي منعشه وكنقدمها لكم بالصحه والراحه.